ناس كتير قوي مش بتعرف تسعر يومها. لو انت مبتدئ ومش عارف تسعر نفسك ازاي، يبقى لازم الاول تحسب تكلفة اليوم بتاعتك كلفك قد ايه، لان في تكاليف بتبقى في اليوم انت مش واخد بالك منها اصلا، انت دفعتها من جيبك. زي ايه؟ انت اشتريت الكاميرا في الاول، ورقتي بتاعتي. تكمل بقى. فانت اشتريت الكاميرا في الاول، الكاميرا دي طبعا كانت ببادجت، انت اتفقت بينك وبين نفسك ان انا هاخد فلوس من نفسي استلفها، اجيب بيها معدات اصرفها على شغلي اللي هصوره للعميل علشان هو ينجح في شغله، فبالتالي لازم هاخد منه انكم من التصوير ده، وارجع لنفسي الفلوس دي اللي بيها المفروض اصرف على حياتي التانية بقى الشخصيه اللي هو هتجوز بيها ولا ايا يكن او كده. ففي الحاله دي طبعا انت محتاج تحسب على كل مره صورت جزء من تكلفه الكاميرا عشان في الاخر ترجع حق الكاميرا. بنيجي بعد كده هتحط قد ايه بقى اساسا مكسب ليه؟ بالظبط كده، فبنبتدي ان احنا نحط برسنتج من الرقم ده يبقى حسابات يومي، اللي هي شامله ايه؟ حق التصوير النهارده او مجهودي في التصوير او تعبي يعني، ووقت الايديتنج اللي هعمله، واللابتوب اللي انا جبت عليه الايديتنج. طبعا مش هنعرف نحسب بقى الايديتنج اللابتوب بكام وكده وبتاع، فبنحسبها كلها بالك على بعضها. من خلال ايه؟ ان انت لو معاك كاميرا غاليه فانت مصور خبره وقديم وعندك معدات غاليه، فالبرسنتج بتاعتك من الحاجات الغاليه اللي انت جبتها اكيد هتبقى بالنسبه لك مغطيه حق اللابتوب اللي انت اشتريته ووقتك وهكذا.